وهي ماتش الاهلي والزمالك. فطبعا ده احتراما لنادي الزمالك لان الزمالك قيمه كبيره، فبالتالي لما تكسبه هتفرح قوي، لما تزعل لما تغلبه هتزعل قوي. وشركائنا في الوطن احنا قلنا قبل كده عندهم ميزه مش عندنا، عشان كده احنا عندنا مشكله معاهم ان هم بيعرفوا يفرحوا، احنا ما بنعرفش نفرح. يعني هم لعبوا ماتش سيء قدام بيراميدز، ماتش دفاعي، وصل لضربات جزاء، كسبوا ضربات جزاء. بيراميدز كان في اسوء حالاته، كان بيلعب بشكل غريب، ومع ذلك قلبوا الدنيا صياحه ان احنا كسبنا وعملنا وسوينا. بيعرفوا يفرحوا. عموما هذه الاجواء الاحتفاليه اللي بيعملها الزمالك هي اجواء تاثير التفاؤل بالنسبه لي دايما. يعني دايما بحب ان انا اخش الماتش الاهلي والزمالك والزمالك عنده اجواء تفاؤليه وثقه في نفسه، لانها دايما بتدي نتيجه عكسيه كعلاقه احصائيه مالهاش علاقه باي حاجه، وانا مش مهتم بالعلاقات الاحصائيه، ممكن حاجه تتغير. يعني العلاقه الاحصائيه بيقول لك ان الاهلي والزمالك لعبوا في السوبر 9 مرات قبل كده، الاهلي كسب 7 والزمالك كسب 2 والمرتين كانوا ضربات جزاء. دي لا تعني باي شيء، يعني دي احصائيه لا تعني باي شيء. الزمالك خد السوبر 4 مرات، اول مرتين خالص الاهلي ما رضيش يلعبهم، والمرتين اللي خدهم ضربات جزاء، مره مع محمد حلمي مع حسام البدري، ومره الفايلر فيها غلب ضربات جزاء من تقريبا كان كارتيرون تقريبا. الزمالك في الماتشين ما كانش فيه شوط اضافي، ووصل الاعاده دافع طول الماتش، وصل ضربات جزاء، والماتش خلص خلص ضربات جزاء من الزمالك. فاتمنى الفوز للنادي الاهلي بكره، واهم بالفوز اتمنى ان يبقى فيه جرينتا وحماس. فحضرني هنا مقوله تقريبا والله اعلم كان ادمز كابتن ارسنال لما قال لك العب بحرقه او موت نفسك، باختصار يعني بالبلدي كده موت نفسك عشان الشعار اللي في وش التيشيرت، هتلاقي الناس بتفتكر الاسم اللي في ظهر التيشيرت. فهي دي النقطه اللي انا كنت عايز اقولها، ان المفروض من اللعيبه انها تنزل تموت نفسها، ايا كان بقى الزمالك هيلعب بقى هاي ديفنس هيلعب لو ديفنس. السنه اللي فاتت الزمالك كان واخد بطوله السوبر ونزل قدامك بلو ديفنس، وكنت انت هاجم هجوم جامد جدا في ماتش السوبر المصري لحد ما عرفتش تكسب، ولكن الماتش خلص في اخر 0-0. مالكش دعوه بالقصه دي كلها. ثالث نقطه وهي سخريه القدر بس بالنسبه لاختيار الحكم، لان حتى هذه اللحظه مش عارف مين اللي اختاره، هل الجانب الاماراتي ولا مستر اوسكار رويز ولا اتحاد الكوره ولا اي مين اللي اختار حكم المباراه. ولكن النهارده انت متخيل ان في دوله بتسجن الحكام بتاعتها عشان عندهم مشاكل، وفي رؤساء انديه والناس دخلت السجن حكام في دوله اللي هي تركيا، فانت رايح تجيب حكم من تركيا. فهي سخريه القدر ان انت تقرا خبرين في غضون ايام قليله ان في حكام بتتسجن عشان شوف تواطؤ ورشوه والقصه دي كلها، وتاني يوم تلاقي ان الحكام دول بيحكموا اهم ماتش في بلدك بين الاهلي والزمالك. فدي سخريه القدر، انا مش بقول اي حاجه يعني. المنتخب وقائمه المنتخب، هو الفكره انا المدير الفني لمنتخب مصر شايف ان الانظار كلها مش متجهه له، محدش بيتكلم عليه، والناس كلها مركزه في السوبر والاهلي والزمالك. قال لك طب ما انا اشد الانظار اليا واعمل ايه، اضرب كرسي في القلوب بقى، انا اعلن قائمه المنتخب قبل الماتش بيوم، في الوقت اللي الناس كلها تفكر في الماتش، واستبعد لي 2 3 من الاهلي 2 3 من الزمالك. يعني ماتش يعني ياسر ابراهيم واحمد نبيل كوكا طول الوقت كانوا مع الاهلي في المنتخب، مع حسام حسن بيلعب ما بيلعبش، كوكا كان موجود، وياسر ابراهيم اعتقد كان موجود المعسكر اللي فات، فجاه كوكا مش موجود ودخل فتوح وشال ناصر ماهر، تمام، اللي هو يعني ايه متالق مع الزمالك. طب خلاص ما انا كده بخش واعمل فتنه واعمل بتاع، بقيت الناس بقى تسيب كل حاجه وتركز في خيارات المنتخب، فتسحب الله شويه من الاهلي والزمالك، لان هو بشخصيته هو بيحب دايما ان هو يكون محور الاحداث، والناس كلها تتكلم عليه وشايفني وانا النجم وانا ولما بيلاقيش الكلام ده كله بيبتدي يتوتر، فهو حب انه يكون محور الاحداث. بالنسبه لانضمام ناصر ماهر ولا ما انضمش ولا ما اتعملش ولا ما اتسواش، هو اصلا ناصر ماهر ملوش مكان في المنتخب، يعني انا اسف جدا لان هو لعيب من اللعيبه المميزه جدا وفعلا بيقدم مستوى جيد جدا مع الزمالك، ولكن هو ملوش مكان في المنتخب، هو مش هيلعب 8. حسام حسن عمره ما هيلعب ناصر ماهر 8، وحسام حسن اصلا ما بيلعبش 10، ولو لعب ب 10 هيبقى ابراهيم عادل اللي هو في حساباته بشكل كبير جدا، او هيحط واحد زي تريزيجيه او زيزو في 10 زي ما بيلعبوا في الاهلي كده، ان هو بيتحط قدام المدافعين قدام الاثنين ده. نقطه اخيره بس، عايز كل الناس تفتح صفحه اليوتيوب بتاعتي، تفتح الفيديو اللي انا حليت فيه ماتش سيراميكا الدقيقه 6، هتلاقيني انا اتكلمت عن مروان عثمان مهاجم سيراميكا او اللي بيلعب جناح في سيراميكا، وقلت انه ازاي لعيب كويس، وعملت سبوت عليه، وعيد عامل سبوت عليه من السنه قبل اللي فاتت، لانه كان واضح من لمسته انه في حاجه، فانا دايما بعمل سبوت على هذا اللعيب، وهو النهارده بيدخل منتخب مصر. فاتمنى بس الناس تبص عليها عشان تؤكد بس معلومه ان بعض الناس اللي هو انا ده مش قصدي حاجه، عندها العين الخبيره، فكميه العك اللي بيحصل في صفقات الاهلي ده غير مبرر. ممتاز، انا جايبه لك عشان تتفرج على مروان عثمان، ولعيب ممتاز جدا بتاع سيراميكا، حط عينك عليه. فقره الاخبار المعلومات اللي جايه ان كل المصابين ممكن يلعبوا، طبعا دي مناورات تكتيكيه بيعملها المديرين الفنيين عشان يقولوا هم مش هيطلع، لو مش هيطلع يقول لك اللعيب ده مش جاهز ومش هيلعب وتيجي تلاقيه في الملعب، فدي مناوره تكتيكيه بايخه. انما المناوره التكتيكيه الصح ان يقول لك انا كل اللعيبه عندي جاهزين واي حد ممكن يلعب، فانت بالتالي انت مش عارف تتوقع سيناريو، مش عارف مين ممكن يلعب، فمش عارف هتعمل ايه. فهو جرادي صار، عشان بس انا هقول لك بقى معلومات، جرادي صار من كل المصادر اللي اتمرن التمرينه كامله، لكن حطوا لك حته كده في المعلومه، لكن ما كانش فيه التحامات خوفا من ان الجهاز اللي عنده اللي شد في الارض شد هيقعد. بزيرا بيقول لك بزيرا وبنتاج اشتركوا جزء من التمرين، بنتاج اشترك جزء اكبر شويه، وعداد دباغ اشترك جزء اكبر شويه في التمرين، دول الثلاث مصابين اللي عند الزمالك. طبعا هو كل ده ولا شويه كلام، مفيش حاجه اسمها انا لاعب لعيب مصاب وبتاع، انا مش مقتنع بالفكره دي، مهما كان اللعيب مصاب لما يلعب مش هيبقى بكامل قوته، ولا في المباريات النهائيه المباريات التي تكسب ولا تلعب في القصه دي كلها لازم يكون عندي اللعيب الجاهز، اللي يعني ايه انا مش مهم مستواه عامل ازاي، لكن مهم مستواه في اليوم ده عامل ازاي. يعني ممكن لعيب طول السنه بيديك 6 من 10 وفجاه جاله لحظه تالق اداك 8 و9 من 10، هو ده اللي يفرق معاك في الماتش حتى لو هو مستواه زي الزفت. ولو في لعيب مستواه طول الموسم 9 من 10 بس جه في اليوم ده اداك اوف اداك 3 4 من 10، فهو ده اللي هيفرق معاك في المباراه. فانت مش عايز تحط على نفسك لود. فانا يعني لو انا كمدير فني للاهلي واملك رفاهيه ان زيزو بالذات وبن شرقي ما يبقوش موجودين في الماتش، فانا هعمل ده عشان بس كلام يبقى واضح يعني. لان زيزو عليه لود كبير جدا لان جمهور الزمالك، لكن هو بالنسبه لهم ان هو يمشي من الزمالك ويروح الاهلي ده بالنسبه لهم ايه يعني ايه قلم كده على خدوه، فده طبعا مضايقهم، فطبيعي ان هم يبقوا متحفزين عليه. هذا التحفز اللي عليه هيخلي جمهور الزمالك يشتم ويعمل، ودي انا ما اقدرش اتحكم في مشاعر الجمهور، لان في النهايه انا كلمت قبل كده واتكلم تاني في القصه دي كلها، فهو الجمهور ده هو اللي بيصرف على النادي عشان بس تبقى عارف، كل ما النادي يكون جمهوره اكبر كل ما يكون مدخله اكتر، لان النهارده جمهوري اكبر يبقى انا بهتم بشريحه اكبر في الشارع، فبالتالي بس التلفزيون هيبقى فلوسه اعلى، وانا بيبقى عندي باتشات كتير، فبيبقى عندي معلنين اكتر، وببيع تذاكر كتير، ودي للاسف في مصر دي مش بتكسب فلوس كتير. فبالنهايه هلك تاني ان هو الجمهور انت ما ينفعش تحكم على الجمهور. طبعا انا مش معنى الجمهور يشتم ولا اي حاجه، وانا يعني ما بحبش الجمهور الاهلي يشتم مهما كان اللعيب. يعني هتلاقي في الملعب عبد الله السعيد مش من الاهلي بطريقه وحشه، الجمهور ما بيحبوش. ناصر ماهر مش من الاهلي بطريقه مش وحشه، ولكن يتكلم على الاهلي بطريقه مش حلوه، فتلاقي في لعيبه في الملعب جمهور الاهلي متضايق منها. فاتمنى ان جمهور الاهلي ما يشتمش، واعتقد جمهور الاهلي في العادي ان هو يشتمش غير اللي بيستفزه، القصه اللي كانت بتحصل مع شيكابالا والقصه دي كلها. لكن في النهايه ده ماتش نهائي لا يقبل القسم على اثنين، وده اول ماتش يلعب زيزو قدام الزمالك، لان ماتش الدوري زيزو كان مصاب، كان نفسه يلعب في نسبه نفسه، لكن الماتش ده هيبقى ماتش صعب، خاصه ان الجمهور شتمه في الماتش اللي فات ومجهزين له داخله ومجهزين القصه دي كلها، وبعدين هم هيعرفوا يلعبوا باعصابه. يعني هم راجل صعيدي لما بيقعدوا يجيبوا سيره مراته ده يخليه يتنرفز، النرفزه دي قد تكون حافز ايجابي وقد تكون حافز سلبي. انا النهارده ممكن اتنرفز اروح اموت نفسي في الماتش عشان اثبت، على حسب بقى الشخصيه وعلى حسب الموقف ساعتها، يعني على حسب الموقف وبعدين حسب اليوم. انت النهارده انت بتنزل تشتغل في اي شغلانه، انا مش بقول لك بتلاقي الدنيا ماشيه معاك، يعني والله تلاقي الدنيا ماشيه معاك، تعمل مش عارف تلاقي طلعت معاك في اي حاجه ماشيه، هي النهارده ماشيه، مش انا مش بكلمك في الشغل، حتى انت بتيجي تشتغل تلاقي الدنيا ماشيه معاك بشكل مش ماشيه النهارده، هي في حاجه غلط.
العربيه ما بتدورش، فهي كل واحد ليه يوم اون ويوم اوف، وتلك الايام نداولها بين الناس.